السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبخير. وفي الفيديو ده بقى هشارك معاكم فيديو جديد ازاي تقفل كل الصور بتاعتك في الألبومات بطريقة سهلة وبسيطة. كل ما علينا هنضغط على الاستوديو بتاعنا بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين مع بعض انا قافل كل الألبومات بتاعتي، ومفيش اي حد غريب لو مسك الهاتف بتاعي مش هيقدر يفتح اي صور عندي غير بالبصمة او بالرقم السري بالشكل ده. عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للآخر علشان الكل يستفيد، وبتمنى من كل اخواتي لو عجبكم الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو، واشتركوا معايا في القناة وسيب لي تعليق على ذوقك. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. خطوة معانا هنضغط على الاستوديو في الهاتف بتاعنا، وبعد كده هنضغط على الثلاث نقط بالشكل ده، وبعد كده هنضغط على الضبط من هنا، وبعد كده هننزل تحت، وهنا حضرتك هتلاقي حول الاستوديو هنضغط عليها، وهنا حضرتك هتضغط على الاصدار ده 10 15 مرة بالشكل ده، وبعد كده هنرجع تاني وهتنزل تحت خالص هتلاقي اختيار انضاف جديد، هنضغط على الاختيار ده، وبعد كده حضرتك هننزل تحت، وهنا بقى حضرتك هتلاقي قفل الالبومات هنفعلها بالشكل ده، وبعد كده هنطلع خالص من الاستديو، وبعد كده هنضغط على الاستديو تاني علشان الميزة تتفعل معانا. وهنا بقى حضرتك لما نيجي نضغط على اي البوم عندنا على الهاتف بالشكل ده، انا هضغط ضغطة مطولة على الالبوم، وبعد كده هنضغط على الثلاث نقط من هنا هتلاقي الاختيار ده انضاف معانا جديد اللي هو قفل الالبوم، هنضغط عليه بالشكل ده هتلاقي الالبوم اتقفل معانا بالطريقة السهلة ديت. ولو اي حد مسك الهاتف بتاعنا وحب يضغط على الالبوم اللي احنا قافلينه مش هيقدر يفتحه غير بالبصمة بالشكل ده او بالرقم السري. ولو عايزين نلغي القفل هنضغط على الثلاث نقط بالشكل ده، وبعد كده هنلغيه، وبعد كده هنرجع تاني هتلاقي احنا لغينا قفل الالبوم بالشكل ده. وبس كده هيكون فيديو سريع، وبتمنى يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو القادم على خير بإذن الله.